السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة وهنا ان شاء الله. بشكركم جدا على التفاعل على الجميل على القناة. والناس اللي اشتركت جديدة اهلا بها، اهلا بيكم في قناة موحى وياسر. اهلا بيكم طبعا، بنتشرف بوجود كل الناس حبايبنا دايما. ربنا يديمهم نعم علينا ان شاء الله. بصوا يا جماعة، في ناس فهمت غلط امبارح الفيديو التاني ان انا مش عايز اربي طيور. هو بس للتوضيح ان انا مش عايز اربي طيور حاليا، عشان انا ما عنديش المكان اللي يخليني اربي طيور، او معنى اصح المكان مش مخليه، مش مساعدني، مش مشجعني. انا لما يكون عندي مكان كويس انا بعرف اشتغل معاه، اشتغل فيه، بعرف يكون عندي كذا نوع، لان الوقت انا عندي مثلا حمام وعندي فراخ بس. حتى البط مش عارف اعمل معاه حاجه. فلما يكون عندي المكان واسع، وجهة النظر يعني لما يكون المكان عندي واسع اقدر اجيب اي نوع. يعني لو عايز اجيب فراخ بيضة، عايز اجيب فراخ بلدي، عايز اجيب بط بالكيمي، عاوز اجيب بط بلدي، عاوز اجيب مثلا رومي ابيض، رومي اسمر، عاوز اجيب طيور. انا بحب يكون عندي طيور كتير. عندي وز شغال كمان، يعني ما شاء الله عليه، حاجه حلوه خالص في البلد. ان شاء الله هروح البلد باذن الله، يمكن بكره او بعده كده، وهعمل لكم فيديو منه، وهصور لكم الوز هناك بالكامل بقى، وتشوفوه كامل. وفي بط هناك برضه ليا، يعني كام بطه كده. فهو دي وجهه النظر، ان انا مش عارف اربي طيور، مش متحكم في تربيه الطيور. يعني أنا مثلا كنت في دورة البط بجيب مش أقل من 100 بطة. في دورة الفراخ نفس الموضوع. في الفراخ البيضة اللي هي البيضة دي كنا بنجيب برضو يعني مثلا 150 150 200 كده يعني. المهم ان احنا يكون عندنا بغزارة، يعني لان هو كان ضمن شغلنا. زائد ان محتوى القناة اصلا محتوى طيور. فازاي يعني، ازاي ان انا اروح بره اجيب طيور تاني ومش عارف اربي؟ انا مش عارف اربي طيور. بس يعني هو دي التوضيح، الناس اللي فكرت ان انا مش عاوز اربي طيور. ده حاجه. احنا النهارده قلنا ان ننظف الاوضه اللي فوق كده، يعني نخلي نشجع نفسنا بالشغل بتاع الطيور تاني، ونبدا ان احنا نشوف الدنيا عامله ايه. ف عمار طبعا كنسه. شايفين الحمام واقف فين؟ المشكله يا جماعه، الحمام اللي عندي اصلا الحمام غالي، والله حمام غالي، فده اللي مخليني يعني صعبان عليا ان انا اسيبه. انا ما يهمنيش مثلا الفراخ على قد ما يهمني الحمام. لان الحمام دي من نوع الحاجه، من الطير اللي الواحد بيحبه. الحمام من نوع من الطير اللي الواحد بيحبه، وما بيحبش ان هو يكون مش موجود في البيت. انا احب دايما يكون حمام، لان طول حياتي عندنا في البيت حمام من وانا صغير يعني. فاحنا قلنا ننضف الاوضه كده ونظبط لهم الدنيا، عشان حتى الحمام اللي تحت احنا حشنا طبعا الفراخ اللي كانت موجوده هنا نزلناها تحت، وما بغيش على لحام خالص فوق. فاحنا ان شاء الله باذن الله ساعه ما نروح البلد هجيب سده، احطها اظبط العروج بتاعه الاوضه. هي فيها عروج ما شاء الله كتير، وهجيب لهم سده واعملها حصمه، واحبك عليها حلو كويس خالص، واعمل لها باب نظيف وباب سلك كده، واحطها تبقى معروفه الحمام، واحط الحمام كله فيها. يعني ما شاء الله المكان لا فيه فران ولا فيه حاجات زي التاني، زي البيت التاني. شايفين حتى ما شاء الله بيضه النهارده هي، وطبعا في واحده تانية بيضه. فاحنا عايزين يعني نستفيد منه، لان النوع طالما كويس نستفيد منه. انما هو لو كده والله احنا ما، لو بلدي والله ما احنا مفكرين فيه. لو بلدي مش مفكرين فيه، انما دي الحمد لله يعني في ناس كتير بتشتري منه، يعني ما شاء الله يعني، ايام ما كان شغال. فاحنا قلنا ننضفها ونظبطها، ونبدأ يعني نخليها كويسة بالنسبة لهم كده، هم يحسوا ان احنا موجودين. لان الحمام دايما عاوز صاحبه يكون موجود معاه. الحمام دايما عاوز صاحبه يكون معاه، طول ما هو حاسس بيك وحاسس ان انت بترعاه بيفضل معاك ما بيسيبكش. انما يخليني مثلا اهملت في الحمام هيمشي من البيت خالص، بالذات طالما انا سايب المكان مفتوح. فقلت لعمار بقى احط الكرتونه دي، يحط عليها علف لما اجيب لهم الحاجات بتاعتهم من البلد برضه. الحاجات اللي كنا بنعلف فيها وبنحط فيها ميه، مش يعني شايفين لدرجه ايه، يعني حتى الحاجات ديت احنا مش عارفين نجيبها، او مش عارفين مش عايزين نعملها. ان احنا يعني لما كان عندنا لحم في البيت كنا جايبين جراكن ومقاطعينها وحاطين الجراكن للعلف وجراكن للميه اهتمام كامل، وحنفيه فوق السطح وكل حاجه. انما الوقت ما فيش، شايفين يعني والله صعبان عليا اصلا الحمام يعني. كل الناس اللي لو دخلت على القناه في فيديوهات للحمام، شوف الحمام كان عامل ازاي في البلد. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. اخواتنا مش نسينا من اللايك والشير والاشتراك في القناه. عاوزين نعدي ال 100 ال 20000 بقى يا جماعه. ايه احنا بقالنا 3 4 سنين مش مكملين ال 20000.
عاوزين نعدي ال20,000 بقى. والناس اللي معانا على الفيسبوك عاوزين يعني ايه، الناس تشجعنا كده بلايك وشير، وبرضه يعني اعجاب للصفحة، مش يسيبونا كده لو تكرمتوا. احنا هنحاول ان شاء الله كل يوم ننزل فيديو باذن الله، يعني نحاول كل يوم ننزل فيديو، بس ان احنا برضه القناة تشد نفسها شوية، والريتش بتاعي يعلى تاني، لان هي واجعة يعني. شايفين حتى بنحط المايه في جردل، يعني دي من الحاجات المضحكة في الموضوع، ان انا مش كنت بحب الكلام ده، انا بحبش الكلام ده، انا بحب احط لهم جردل، احط لهم مثلا دواء، احط لهم حاجة. ان شفت الفرد ده كان ما بيلحش يطير، لان تجيل اصلا فبيلحش يطير. اه شايفين، فانا بطلع عمال امسكه. بسم الله ما شاء الله، والله حاجه كده، حاجه تزعل الواحد، يزعل على الحاجه دي ان هي احنا مهملين فيها. انا مهمل فيها، انا بما ان طبعا برضو ركبتي وجعاني وما بطلعش فوق وانزل كتير كده يعني، فدي برضو مؤثر معايا يعني. فان شاء الله باذن الله الايام الجايه نحاول ننشط الدنيا معاهم، على اساس ان برضو الحمام زي ما قلت لكم، ان الحمام يتلاقى يحس ان احنا معاه، مش مهملين فيه، اللي فوق واللي تحت. وبعدين الحمام هنا ما شاء الله، يعني لما الحمام بالذات لما بيطير وبيمشي وبيطلع، بالذات لما يكون سطح فضل الحمام، خد منا انتاجه وخد منا كل حاجه، طالما مطلوب خد منا اللي هو عايزه واللي انت عايزه. عبد الحميد طبعا كان عامل لنا حبه جلج على السطح كده بالزراف والحاجات بتاعته، الالعاب بتاعته اللي بيلعب بها ديا. فمبهدل حبه الرمل اللي عاملهم في السطح، هنلمهم ويطلع عمال يلمهم كده، فهو بننضف حواليهم. الناس اللي بتقول لي عمار يعمل فيديوهات، والله عمار انا بتحايل عليه يعمل فيديوهات على الصفحه، بس هو مش عايز يعني، مش في دماغه. فانا طبعا براحته يعني، هو بيساعدني شويه، بيساعدنا شويه في الشغل برضو التاني كده يعني. ربنا يديله الصحه والعافيه يا رب. الاولاد عندنا يعني حاسين ان السطح ضيق، مش واسع زي السطح اللي كان في البلد. احنا كان عندنا السطح في البلد حاجه ما شاء الله، يعني انتوا كنتوا كلكم الناس اللي معانا شايفينه وعارفينه. فدايما احنا حاسين ان هو صغير، السطح صغير يعني، بالذات دي كمان صغير عن التاني اللي كنا فيه، لان هو المساحه هنا مش كامله، تحس ان الواحد متجيد يعني متكتف على السطح. في ناس برضو قالت لي اعمل كمان اوضه، انا بفكر اعمل كمان اوضه مكان عمار ما هو واقف كده، لقيت كل البط، بس السطح كده هيطير خالص، هيبقى مفيش سطح. يعني هو الرمل فوق، هو ممكن اجيب مثلا 1000 طوب واعمل اوضه تانية، بس السطح كده مش هيبقى فيها الا مكان اللي هو البلكونه بس. انتوا عارفين ان المعمار اوقات ممكن تصور فوق، تحب التصوير على السطح، تعمل حاجه على السطح، انتوا مش تايهين على الكلام ده يعني. اه يبدأ يلم فيه اهون. شايفين الرمل، طبعا الرمل كتير اصلا على السطح، يعني احنا لما طلعنا بزياده يعني، بس ان شاء الله هنعوزه يعني. هنبني لنا كمان اوضه فوق زي ما قلت لحضراتكم، ونكمل في شويه شغل على السطح كده يكملوا. اه نحاول نكملهم يعني ان شاء الله. بس هو والله الحر برضه عامل ازمه. ان شاء الله زي ما قلت لكم برضه انا هروح البلد، هجيب لها سده او حتتين سدد كده، احطهم على السطح واظبط المكان، ونعرشها ان شاء الله، حتى بس برمل واسمنت، نجيب شكارتين اسمنت ولا حاجه، ونحط مشمع ونعمل عليها، مش شرط حصمه، بالرغم ان الحصمه كتير يعني، مش شرط حصمه، الرمل كتير اهوت، هنجيب لنا 3 4 شكار اسمنت ونحطهم فوقها، ونحبك حوالين الحد دي، ونخلي السطح مظبوط كده عشان خاطر الايه، الحمام. هو لازم الحمام بالذات لازم بكل مكان في حسب بالامان. طول ما الحمام عندك حاسس بالأمان في المكان، خد من الحمام ده شغل، خد من الحمام ده إنتاج، خد من الحمام حاجة حلوة إن أنت تعرف تاخد منه إنتاج، تاخد منه زغاليل، تاخد منه كل حاجة، تلاقي الحمام دايما نظيف حتى. المهم إن الحمام يلف لفته في الآخر وينام في مكان هو عارف إن ده مكانه. يعني أنا حتى مش هقفل عليه، يعني أنا مش هقفل عليه، هسيبه متفتح، بس أنا عاوز المكان يبقى معروف للحمام، إن أنا حتى لو حبيت أحبسه، الحمام يبقى لام نفسه،
مانيش عندي جزء تحت وجزء في المدخل وجزء فوق السطح. انا عاوز الحمام بتاعي كله يكون في مكان واحد، لان الحمام ممكن يلوف بره في ثانيه، يمشي ويسيبك، فانا مش حابب كده. انا بفكر اصلا اعمل برج حمام اللي هو الطين ده، في ناس متخصصه فيه، والله بفكر اعمله هنا. اه لمينا كده السطح، كنت عاوز اكنسه بس طبعا في شويه حاجات لسه على السطح عايز تتعمل، واحنا كل يوم هنعمل ان شاء الله حاجه كده على السطح ونظبط لك الدنيا ونظبط الدنيا ونحاول نظبط الاوضه زي ما انا قلت لكم لازم نعملها ان شاء الله، عشان خاطر ان نحس ان احنا ايه، مروجين حاجه. وبرضه تحت الحته اللي فيها شمس جامده ديت احاول اعرشها، او نرفع السور شويه ورا برضه سطرين ثلاثه ورا، او 5 اسطر كده زي نص متر او متر، ونحاول نعمل لها تعريشه كده إيه يعني، ان هي تداري الشمس عن الحي اللي تحت. ان الحر شديد يا جماعه، والله الحر شديد شديد، مخلي الحي مش واخد راحتها. مش تنسوا اللايك بقى والاشتراك. السلام عليكم.